هسه الآن ما نريد ندخل في بحث أهل البيت من هو، لأن أهل البيت ب20 اصطلاح مولانا. حتى السنور في البيتم أيضا يطلق عليه شنو؟ أهل البيت، مو أنه زوجاته، حتى ماذا؟ ورواياتهم عندنا في الشيعة قبل السنة مولانا موجودة، هم في مسند أحمد هم في مصادرنا. إذا تعيينه أمر سهل مولانا، لو إرجاع المجمل إلى جرى إلى مجمل ولكن أضيق دائرة. هاي الروايات اللي وردت في حديث الثقلين فيها قيد، ما قالت أهل بيتي، قالت أترتي أهل بيتي، وهذا ينفعنا كثيرا أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، ينفعنا كثيرا. تعالوا معنا إلى النهاية لابن الأثير. ابن الأثير الجزري مولانا في مادة عترة، النهاية في غريب الحديث والأثر، في مادة عترة قال: خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، عترة الرجل أخص أقاربه. أخص أقاربه. سؤال: بين المصداق عترة النبي من هم؟ قال: وعترة النبي بنو عبد المطلب. بعد يشمل الأزواج لو ما يشمل الأزواج؟ لا يشمل. بعد: وقيل أهل بيته الأقربون. العترة من هم؟ مثل من؟ يقول: وهم أولاده وعلي وأولاده. بعد واضحة مولانا، أولاد النبي ومن؟ يعني فاطمة، وإذا كان عنده بعد أولاد آخرين. المهم حتى لو كان عنده الآن موجودين لو ما موجودين، فالآن مو محل ابتلاء. هسه كانوا له أو كانوا ماذا؟ لم يكن له. يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. إذن فقط يبقى أولاده من؟ فاطمة وعلي وأولاده ماذا؟ فاطمة وعلي. ما أدري واضح هذا؟ ولذا تجدون، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ولذا تجدون العلامة الآلوسي عندما يأتي إلى هذا العنوان، عنوان شنو؟ عنوان العترة، في تفسيره في آية التطهير، هذه عبارته، يقول: يقتضي أن النساء المطهرات، في اعتقاده، لأنه هو يعتقد أن آية التطهير يدخل فيها ماذا؟ النساء، أبين بعد ذلك. يقتضي أن النساء المطهرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين. لماذا؟ أنت تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يشمل ماذا؟ يشمل نساءه وأزواجه. لماذا حديث الثقلين لا يشمل؟ يقول: لأنه عندنا مانع وهو العترة. قال: لأن عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون. إذن وأهل بيتي في الحديث الظاهر أنه بيان له أو بدل منه، بدل الكل من كل، وعلى التقديرين يكون متحدا معه. فحيث لم تدخل النساء في الأول لم تدخل ماذا؟ في الثاني. حيث لم يدخلوا في العترة فلا يدخلون في أهل البيت. إذن هنا خلصنا الحمد لله. هنا بعد ما عندنا في أهل البيت يراد به شنو؟ النساء. واضح صار إلى هنا؟